السلام عليكم وأهلا بكم بدرس جديد من الحديث النبوي الشريف، الشفقة والرحمة. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شرح الحديث: أولادنا وبناتنا الأعزاء، إن ديننا الإسلامي الحنيف دين رحمة ومحبة، وقد أمرنا الله تعالى في كتابه الكريم بالرحمة والإحسان إلى الناس، ونهانا عن الشدة والقسوة. ولقد بين الله تعالى في كتابه العزيز أنه أرسل رسوله الكريم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، فقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد جاءت الأحاديث النبوية الشريفة تؤكد الرحمة والمحبة. وفي هذا الحديث النبوي الشريف يعلمنا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيف يعامل بعضنا بعضا، وكيف يساعد أحدنا الآخر فيرحمه ويتعاون معه، لأننا جميعا نحتاج إلى العون. لذا يجب على المؤمنين أن يتراحموا فيما بينهم، فيساعد غنيهم من كان فقيرا، ويساعد قويهم الضعيف. فليس من الرحمة أن تكون شبعانا وأنت تعلم أن جارك الفقير جائع لا يجد ما يأكله، وبمقدورك أن تعطيه من طعامك. عن أنس بن مالك قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. فمن القسوة أن تجد شخصا مريضا يتألم من شدة مرضه ولا تساعده بأن تشتري له ما يحتاج إليه من دواء أو تخفف ألمه، فهذا ليس من أخلاق الإسلام. ومن العيب أيضا أن ترى رجلا أعمى يريد عبور الشارع، أو شيخا كبيرا في السن يحتاج إلى العون، وأنت تقف تنظر إليه من دون أن تقدم له المساعدة. إن الذي لا يرحم الضعفاء والمحتاجين ولا يعطف على الفقراء والمساكين ولا يساعد من يحتاج إلى العون لن يجد من يرحمه أو يساعده في الدنيا، وسيطرده الله من رحمته يوم القيامة. المناقشة: أكمل ثم اقرأ. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثانيا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. ثالثا، يجب على المؤمن أن يتراحموا فيما بينهم. رابعا، ما واجبنا عندما نرى شخصا كبيرا بحاجة إلى المساعدة؟ من واجبنا عندما نرى شخصا يحتاج إلى المساعدة أن نساعده، لأن الإسلام ونبينا الكريم محمد يعلمنا على التعاون والتراحم فيما بيننا، وأن يساعد بعضنا بعضا. فالتعاون ومساعدة الآخرين من الأخلاق الإسلامية التي يجب أن يتصف بها المؤمن، حيث قال رسولنا الكريم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. فالله سبحانه وتعالى يرحم من يقوم بمساعدة الآخرين، فمثلا مساعدة رجل أعمى يريد عبور الشارع، أو مساعدة شخص كبير في السن عندما يحتاج إلى المساعدة. 5. عندما يحتاج إليك صديقك فهل تساعده؟ الجواب: من الأخلاق الإسلامية أن يساعد بعضنا بعضا، فالصديق يساعد صديقه، وكذلك يساعد الآخرين الذين هم بحاجة إلى المساعدة. فالرحمة فيما بيننا والتعاون هو من الأخلاق الإسلامية التي أوصانا بها رسولنا الكريم